الاختلاف سنة من سنن الكون. الاختلاف سر الإنسانية وعامل مهم قوي في تقدم أي مجتمع. والاختلاف في الكورة لذيذ طول ما هو في إطاره الطبيعي. لما حضرتك بتكون بتشجع فريق وصاحبك بيشجع فريق منافس، بيبقى بينكم كده نوع من أنواع الشد والجذب اللي احنا بنسميه الأيام دي تحفيل. الاختلاف ده بقى بكل فوائده وأهميته المصريين بينسوه تماما أول ما منتخب مصر يشارك في بطولة، أو لما نكون داخلين على مباراة دولية مهمة. عادة ده بيحصل في تصفيات كأس العالم أو بطولة كأس الأمم الإفريقية. كل المصريين بينسوا ألوان تيشيرتاتهم، وما بيفكروش في أي حاجة غير المنتخب وبس. فما بالك بقى لو كانت البطولة دي مش مجرد بطولة قارية، لا دي بطولة عالمية، وهتلعب فيها وسط أكبر منتخبات العالم. مستوى تاني خالص من كرة القدم. ده اللي خلى كأس القارات 2009 واحدة من أهم البطولات في تاريخ أي مشجع كورة مصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. أنا أحمد خليفة، وهنتكلم النهاردة عن مصر في كأس القارات 2009. الفترة من 2006 لحد 2010 منتخب مصر كان معيش كل الجماهير المصرية في هنا وسرور. مصر قدرت تحقق بطولة افريقيا 3 مرات على التوالي من 2006 لحد 2010، وكانت منافس قوي جدا للجزائر في تصفيات كأس العالم 2010، وخسرت بطاقة التأهل بعد مباراة فاصلة مع الجزائر لأنهم اتساووا في النقط وفي فرق الأهداف كمان. بس أنا حابب أكلمك شوية عن فترة ما قبل كأس القارات عشان أعيشك الحالة نفسها اللي كنا فيها وقتها. مصر كانت بطلة أفريقيا 2006 على أرضها وسط جمهورها، وكانت بطلة أفريقيا 2008 في غانا بعد أداء مبهر ونتائج كبيرة جدا قدام أقوى منتخبات القارة. قبل البطولة مصر كانت بتشارك في تصفيات كأس العالم في مجموعة بتضم مصر والجزائر وزامبيا ورواندا. وعلى الرغم من ثقة الناس في المنتخب في الوقت ده، إلا إن بعض الناس كانت قلقانة عشان وجود فريق من شمال أفريقيا، لأننا ملناش قوي في المواجهات العربية الشمال أفريقية اللي بتخنقك من نفسك ومن الكرة نفسها دي. بداية التصفيات بالنسبة لنا كانت بداية في قمة السوق الحقيقة. تعادل مع زامبيا 1-1 في استاد القاهرة وسط 80 ألف مشجع. التعادل ده كان صدمة كبيرة جدا للجمهور اللي كان متوقع إننا هنكسب زامبيا بكل سهولة، لكن على الرغم من إننا ضيعنا فرص كتيرة جدا في المباراة دي وتقدمنا 1-0، إلا إن منتخب زامبيا قدر يتعادل عشان يخسرك أول نقطتين في صراع التأهل. المباراة التانية في المجموعة كانت مباراة الجزائر ومصر في الجزائر. كل جمهور مصر كان عارف إن المباراة دي ممكن تكون سر تأهل منتخب مصر. كل اللي مطلوب مننا نعمل نتيجة إيجابية ونأدي أداء يطمنا على المنتخب ومستقبله في التصفيات. لكن للأسف الشديد ده ما حصلش. منتخب مصر أدى مباراة سيئة جدا وخسر بنتيجة 3-1 من الجزائر اللي استحق الفوز بكل جدارة الصراحة. حالة الجمهور في الوقت ده ما كانتش تتوصف. دخولك تصفيات كأس العالم وانت بطل أفريقيا مرتين كانت المفروض تبقى أفضل من كده بكتير. الوضع كده اتعقد والموضوع شكله هيبوخ. احنا أصلا عندنا عقدة من تصفيات كأس العالم. مصر دايما منافس قوي جدا لآخر نفس، ودايما ما بتقدرش تصعد، والأسباب كتيرة بقى، وكل تصفيات ولها أسبابها. لكن النتيجة في الآخر بتبقى صدمة وحسرة وعدم تأهل، والجمهور المصري بيكتفي في كل مونديال بتشجيع الفرق العربية اللي بتشارك فيه. بعد ما كنا متفائلين وعندنا ثقة في المنتخب، بدأت الجماهير تشك وتحس إن المنحنى هيبدأ ينزل وإن المنتخب هيبدأ في السقوط، وهنشوف تاني البرازيل هتحس بنوع من اليأس. كفاية بس تشوف أسامي اللاعبين وبيلعبوا فين. أسامي كبيرة وتقلق زي كاكا وروبينيو، ألكسندر باتو، لويس فابيانو، خوليو باتيستا، لوسيو، وغيرهم من نجوم عالمية واسمها معروفة في كل أنحاء العالم. منتخب مصر وقتها كان عنده مشكلة كبيرة جدا في مركز المهاجم. عماد متعب وعمرو زكي نجوم الهجوم في المنتخب آخر 5 سنين، الاتنين مصابين، وكل الناس توقعت إن حسن شحاتة هيضم ميدو اللي كان بيلعب في ويجان أتلتيك، لكن ده ما حصلش، وأصر حسن شحاتة على استبعاد ميدو رغم معاناته في مركز الهجوم، وقرر يضم في مركز الهجوم محمد زيدان ومحمد محسن أبو جريشة لاعب الإسماعيلي وأحمد عبد الغني لاعب حرس الحدود. حالة طبعا من عدم التفاؤل كانت مسيطرة على كل الجماهير المصرية، وبنقول يا رب ما نطلعش من البطولة دي بفضيحة وشكلنا يبقى زي الزفت قدام العالم كله. لكن اللي حصل وقتها كانت مفاجأة، مش بس للمصريين، لا ده للعالم كله. منتخب مصر صدم العالم في أدائه أول مباراتين. بدأت مصر مباراة البرازيل بتشكيل مكون من عصام الحضري، أحمد سعيد كوكا، هاني سعيد، وائل جمعة، أحمد فتحي، سيد معوض، محمد شوقي، أحمد حسن، حسني عبد ربه، محمد أبو تريكة، ومحمد زيدان. بدأت المباراة وكما هو متوقع بالظبط، هدف أول للبرازيل في أول 5 دقايق من المباراة. هدف خوف كل الناس. الناس خافت من الخسارة بفرق كبير من الأهداف. كل الناس وقتها قالت
بس يبقى اللي حسبناه لقيناه، وشكل الكلام على فضيحة كروية. لكن بعدها ب3 دقايق قدر منتخب مصر انه يتعادل بعد ما احمد فتحي لعب كرة طولية لأبو تريكة اللي انطلق من ناحية اليمين وعمل عرضية متقنة لزيدان اللي حولها بدماغه في الشبكة. فرحة هستيرية للناس، جبنا جون في البرازيل. طيب تمام قوي، نثبت بقى ونهدى ونركز وان شاء الله نعمل نتيجة كويسة وما نخسرش بفرق اهداف كبير. لكن بعدها ب5 دقايق في الدقيقة 12 قدر لويس فابيانو انه يجيب الجون التاني بعد ما سرق وائل جمعة وسبقه وحط دماغه في الكورة راحت في اقصى يمين الحضري اللي ما قدرش طبعا يعمل لها حاجة. الخوف بدأ يرجع للناس تاني. ما يصحش كده يا رجالة، اثبتوا شوية. الجولين بسبب غلطات تافهة جدا وما ينفعش ابطال افريقيا يغلطوها. بعدها حاول منتخب مصر فعلا انه يهدى، وبدأ الى حد ما الخوف يروح، وبدأت مصر تشكل خطورة على مرمى سيزار عن طريق ابو تريكة وزيدان وتسديدات حسني عبد ربه. لكن في الدقيقة 36 قدر جوان انه يجيب الهدف الثالث للبرازيل من ركنية مكررة وخطأ ساذج، برضه عشان الناس تبدأ تقلق تاني وتخاف على مصير المنتخب في المباراة دي. بعدها حاول منتخب مصر الوصول لمرمى البرازيل عن طريق تسديدات من خارج المنطقة ومحاولة استغلال انطلاقات حسني عبد ربه اللي بيجي من خارج المنطقة وبيكون غير مراقب. لكننا ما قدرناش نغير النتيجة عشان ينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1. شوط في الأداء متوسط وسيء في النتيجة. الخوف كله من الشوط التاني بقى. هل هنهدى ونركز ولا هننزل مستسلمين ويعبونا جوال؟ خد بالك انت داخل على افضل شوط في تاريخ الكرة المصرية. ابو تريكة بيتكلم عن رد فعل حسن شحاتة بين الشوطين وبيقول باللفظ كده: كابتن حسن شال التلاجة اللي في اوضه اللبس ورزعها في الحيطة وقال لهم: ايه يا بشوات، هو انا جاي اخسر من البرازيل 6 و7 ولا ايه بالظبط؟ الحقيقة ان رد فعل حسن شحاتة ده انعكس تماما على اداء اللعيبة جوه ارض الملعب. مصر بدأت الشوط الثاني بداية مثالية وسيطرت على الكرة ونقلت على الارض، وكأن ال11 لعيب بتوع الشوط الاول اتبدلوا بلعيبة تانية خالص في الشوط الثاني. ثبات وتركيز ولعب برجولة، الامر اللي ادى الى ان منتخب مصر يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 53 بعد مجموعة تمريرات بديعة من سيد معوض واحمد عيد عبد الملك ومحمد شوقي، انتهت بقذيفة من شوقي على يمين سيزر اللي وقف يتفرج عليها زينا بالظبط. الناس فرحت المرة دي بخوف، خصوصا اننا فرحنا بعد الهدف الاول، لكن بعدها كنا 2، فالناس كانت خايفة من تكرار السيناريو، وبدأت الناس تتناقش هل هنكمل بالاداء ده ولا ايه اللي هيحصل. وقبل ما الناس تكمل كلامها كان ابو تريكة بيقطع الكرة في نص الملعب قبل ما يفسح لوسيو ويلعب ثرو باص لزيدان اللي يشوطها بشماله على يمين سيزر عشان يعلن عن هدف التعادل لمنتخب مصر. 3-3 مصر والبرازيل، نتيجة مبهرة ومحدش كان يتوقع انك تقدر تجيب في البرازيل 3 اهداف وتتعادل معاها وتحرجها في بطولة كبيرة زي بطولة كاس العالم للقارات. الحقيقة ان من ساعة هدف التعادل في الدقيقة 55 لحد اخر دقيقة في الوقت بدل الضايع انت بتتفرج على 11 راجل جوه ارض الملعب. الروح العالية والفدائية عدلت الكفة في فرق المهارات والجودة الكبير قوي بين اللاعبين المنتخبين. مصر قدرت تسير البرازيل والمباراة فعلا كانت هتنتهي بالتعادل، لكن مع آخر ثانية من المباراة الحكم بيحسب ضربة جزاء لمنتخب البرازيل بعد لمس أحمد المحمدي الكرة بإيده داخل منطقة الجزاء عشان يترجمها ريكاردو كاكا لهدف وتنتهي المباراة بنتيجة 4-3. أداء منتخب مصر خلى كل العالم يتكلم عنه، ومش بس يتكلم على المنتخب، لا كمان عن نجم المنتخب الأول محمد أبو تريكة اللي كل الصحف العالمية ما كانتش مصدقة إن لاعب بيمتلك المهارات دي بيلعب في الدوري المصري. كان في حالة اندهاش كبيرة إن لاعب زي ده مش محترف في الدوري الإنجليزي أو الأسباني. المباراة التانية كانت مصر هتقابل بطل العالم منتخب إيطاليا، منتخب قوي جدا ومباراة صعبة جدا، لكن كان في نوع من أنواع التفاؤل البسيط بعد أداء مباراة البرازيل، على الرغم من إن كان في بعض التشكيك وقتها إننا عمرنا ما هنقدر نكرر الأداء اللي عملناه قدام البرازيل وإن دي طفرة ومش هتتكرر. وده بالظبط اللي ما حصلش خالص في المباراة، لأن مصر قدرت تثبت للعالم إن اللي حصل في مباراة البرازيل ما كانش مجرد طفرة، لا ده كان أداء مستحق لجيل غير تاريخ البطولات في أفريقيا، جيل وحد الشعب المصري وخلى كل البيوت تعلق العلم في البلكونات، جيل العظماء المصري. بدأ شحاتة مباراة إيطاليا بتغيير واحد، هو إشراك محمد حمص نجم الإسماعيلي مكان أحمد حسن في خط النص. وزي المتوقع بدأت إيطاليا المباراة بضغط شديد جدا على منتخب مصر عشان تخلص المباراة من الأول، لكن براعة الدفاع وعصام الحضري الأسطورة
ما خلتهمش يقدروا يمثلوا تهديد حقيقي إلا من التسديدات من خارج منطقة الجزاء عن طريق بيرلو وياكوينتا وروسي. وقبل نهاية الشوط الأول بتيجي ركنية لمنتخب مصر، يدخل أبو تريكة يلعبها عشان يحولها محمد حمص بدماغه على يمين جان لويجي بوفون اللي وقف اتفرج عليها وهي بتزغرط في الشبكة. فرحة هستيرية للجماهير المصرية، محدش مصدق اللي بيحصل. معقول منتخبنا متقدم على إيطاليا؟ أصلا مفيش أي فريق إفريقي قدر يفوز على إيطاليا قبل كده. معقول منتخب مصر يبقى أول منتخب يفوز على الطليان؟ بدأ الشوط الثاني وبدأت معاه إيطاليا تكثف محاولاتها وسط صمود من الدفاع المصري واستبسال من العصام الحضري اللي عمل واحدة من أحلى مبارياته في التاريخ. شكلت إيطاليا خطورة عن طريق بيرلو ودي روسي ولوكا توني، لكن ما قدرتش تغير النتيجة عشان يصفر الحكم ويعلن عن فوز منتخب مصر على أبطال العالم وسط دهشة كل جماهير الكرة في العالم. العنوان الرئيسي لموقع فيفا دوت كوم تاني يوم المباراة: عفوا إيطاليا، مصر ليست بهذا الغباء. واتكلمت عن المفاجأة المدوية اللي حصلت في مباراة مصر وإيطاليا، وإن مصر أول منتخب إفريقي يفوز على إيطاليا وتاني منتخب إفريقي يفوز على منتخب أوروبي في كأس القارات بعد الكاميرون وتركيا 2003. كنا اتكلمنا في بداية الفيديو عن مشكلة الهجوم اللي بتقابل منتخب مصر وإصابة أهم 2 مهاجمين عمرو زكي وعماد متعب، لكن اللي كان معوض الموضوع شوية هو وجود محمد زيدان. وللأسف زيدان اتصاب في مباراة إيطاليا وده خلى شحاتة يستبدله في مباراة أمريكا بأحمد عبد الغني. بعد مباراة إيطاليا كان موقف المجموعة كالآتي: البرازيل أول 6 نقط، مصر تاني 3 نقط، إيطاليا تالت 3 نقط، أمريكا أخير بدون نقاط. البرازيل هتلاعب إيطاليا ومصر هتلاعب أمريكا. بدأت بقى الأقاويل تكتر على المنتخب وعلى لعيبته، وإن فضيحة أخلاقية هي سبب في إن المنتخب يظهر بالشكل السيء ده في أسهل مباراة في المجموعة. لكن الحقيقة ولا كان في فضيحة أخلاقية ولا حاجة. اللي حصل ده طبيعة وعادة اللاعب المصري، دايما لما بيحس إنه عمل حاجة كبيرة بينام عليها وبيبدأ يستهتر ويراهن على تاريخه مع الجماهير. اللي زعلك أكتر إن لو كان منتخب مصر خسر 2-0 بس مش 3 كنا اتأهلنا، لأن البرازيل قدرت تكسب إيطاليا 3-0، وده اللي تسبب في حسرة أكبر للجمهور بعد انتهاء اللقاء. بس على الرغم من أداء المنتخب في مباراة أمريكا إلا إننا هنفضل فاكرين اللي حصل في البطولة دي، وفاكرين إننا بعتنا رجالة لجنوب أفريقيا في 2009 وشرفونا قدام كل العالم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس. شكرا وأشوفكم على خير.